اذا عيت ومش قادر تشتغل تدفع ليه بقى. بصوا، عايز اوريكم حاجة. المكان ده فيه الجداول بتاعت المتطوعين، يعني مين بيعمل ايه فين في المطبخ، كيتشن تيم واللاندسكيب والكده، كل التفاصيل بتتحط هنا، والجدول بتاع الأنشطة بتاعت المكان بقى. والمفروض الورقة دي بيتكتب فيها بياناتنا زي كده، بتكتب فيها اسمك وبتكتب فيها نوع النشاط اللي انت مشترك فيه وكده. وبعدين الناحية دي في الآخر خالص بيتكتب لك انت وصلت امتى وانت متطوع في ايه، وبتشتغل شيفت بالنهار ولا شيفت الليل، عشان خاطر تبقى ايه الجدول بتاعك كامل يعني. وكمان لو محتاج تغسل هدومك بتاخد الورقة دي وتروح للمكان اللي احنا صورناه بره قبل كده، بتديهولهم، بيعمل لك علامة كده ان انت مثلا استخدمت الغسيل مرة او مرتين ثلاثة تقريبا، ليك مرة او مرتين كحد اقصى في الاسبوع. وكمان في بقى حاجة، يعني هي في الاول ممكن تبان ان هي سخيفة يعني، بس هي من وجهة نظري تمام جدا. ان انك تقدر تقعد كمثلا كنزيل بفلوس، بتدفع اليوم تقريبا الفطار ب3 يورو، الغدا ب6.5، والعشاء ب6.5، والليلة كمبيت يعني بحوالي 10 يورو. اذا انت متطوع تمام ما تدفعش، اذا عايز تقعد از جيست يعني تمام تدفع، واذا عييت تدفع او تمشي تدفع. حتى اذا عييت ومش قادر تشتغل تدفع ليه بقى، لان في ناس بتتدلع، يعني ممكن حد يبقى جاي هيعمل حسابه ان هو هيشتغل، بس بعد كده يلاقي الموضوع صعب شوية عليه فيبدأ ايه يتدلع. فالبند ده يخليك ما تتدلعش، خليك اصلا الفكرة ما تجيش في دماغك، لانك عارف ان اليوم هيكلفك حوالي، لو قعدت هيكلفك حوالي تقريبا 25 يورو، فحوالي 1400 جنيه مثلا. فمش هتتدلع، هتشتغل وهتبقى تمام يعني.